فكرت في مرة ان المدرسة مش المكان اللي انت بتتعلم فيه. في الفيديو ده ان شاء الله هعرفك ازاي ان المدرسة قدرت ان هي تخليك تكره انك تتعلم، وتعالى نكتشف مع بعض اسرار محدش قالها لنا قبل كده. وهل فعلا المدرسة بتعلمنا ولا هي بتضغط علينا وخلاص؟ بشكل ما انا قدرت افهم ليه المدرسة خلتني وخلتك اشخاص بنكره التعليم ومش حابين ان احنا نكمل في الاساس. ولما فهمت انا بقى عندي تصالح مع النفس رهيب بشكل خلاني ان انا مش مهتم بالمدرسة اصلا، وان انا محتاج ان انا اعلم نفسي بدل ما اروح للمدرسة واتعلم. العالم فيه 1.5 مليار طالب، 52% منهم بيكرهوا التعليم، وده يمكن السبب اللي خلاك تفتح الفيديو دوت، لانك بشكل ما انت شبههم. بس صدقني في طريقة هي مش هتخليك تكره المدرسة، ولكن هتخليك متصالح بشكل ما مع عالم المدرسة دوت. ودي نفس الطريقة اللي انا مشيت عليها وقدرت من خلالها ان اتعلم حاجات كتير خارج المدرسة. فاخبط اللايك المتين ويلا بينا نعرف ليه المدرسة خلتك تكره انك تتعلم. لو اتكلمنا عن مشاكل المدرسة هتلاقيهم بيتلخصوا في 5 نقط. أول نقطة منهم هي فكرة العقاب. كلنا بنسمع إن الأخطاء هي اللي بتعلمنا أكتر، وهي اللي بتخلينا نحسن من قدراتنا، بل إن الصح ما بيعلمش والغلط هو اللي فعلا بيعلم. ولكن السؤال هنا هو احنا ليه بنتعاقب؟ مع ان كلنا عارفين ان الغلط ده شيء كويس لانه بيساعدك انك تطور من نفسك. وده خلاني انا وانت وكل الطلاب بقى عندهم خوف من ان هم يغلطوا، وده بالطبع بيؤدي ان احنا نخاف ان احنا نطور من نفسنا. والفكره دي بتبقى ممتده معاك لغايه لما تكبر. يمكن انت اصلا بتشوف حاجه زي كده مع والدك او والدتك. ساعات هتلاقيهم بيتكلموا مع اخوك الكبير او معاك لو انت بتشتغل عن اهميه ان انت لازم تنزل شغل وانك تجتهد على نفسك في الشغل عند الناس. ولكن ماذا لو ان انت شخصيتك مش بتحب النوع دوت من الشغل، بل انها بتحب ان انت تشتغل على حاجه خاصه بيك؟ ولكن خلينا نرجع للمدرسه. لو فكرت فيها هتلاقي ان سبب غلطاتك هو ان انت ما فهمتش المعلومات اللي جاتلك من المدرس. وهنا نيجي للنقطه الثانيه، وهي الحفظ والفهم. في الحقيقه موضوع الحفظ والفهم مختلفين شويه من وجهه نظري. الحفظ والفهم حاجتين اصلا بيكملوا بعض. وهنا خلينا اسالك سؤال، ازاي انت هتفهم حاجه انت في الاساس مش حافظها؟ وده بيبين ان الحفظ والفهم حاجتين مرتبطين مع بعض جدا. بس ليه اغلب المدرسين بيخلونا نحفظ الحاجه وخلاص، مع ان المدرس لو اجتهد ان هو يفهمني ويفهمك المعلومه ده بشكل ما هيخلينا اشخاص قادرين نحفظ الحاجه بعمق. وكمان هيخلينا لو احنا حافظين الحاجه هنكون عارفين وفاهمين احنا بنحفظ الحاجه ديت ليه. وده هيطور عندي وعندك مهاره حل المشاكل، لانك مش حافظ المعلومه وخلاص، لا ده انت عارف اساس المعلومه، وكمان انت هتقدر تستخدمها في الحياه العمليه لانك فاهم المعلومه من جذورها، فهتعرف تستغل المعلومه صح. وده سببه ان التعليم معتمد على الامتحانات، ودوت سبب الضغط المستمر. بصراحه انا على عكس الناس بحب الامتحانات جدا، لانها بشكل ما بتخليني اتحدى الناس، او بمعنى صح بتخليني اتحدى الشخص اللي حاطط الامتحان نفسه، وده بيخلق شيء جوايا من روح التحدي. ولكن هل احنا فعلا محتاجين امتحانات؟ هل احنا فعلا محتاجين الحاجه اللي بتخلينا دايما متوترين وبتخلينا في حاله نفسيه صعبه؟ مع ان احنا لو خدنا مثال زي مثال الثانويه العامه هتلاقي ان التعليم في الثانويه العامه مختلف تماما عن التعليم في الكليه، وحتى التعليم في الكليه بيكون مختلف تماما عن اللي انت بتتعلمه في الشغل. والدليل على كده لو انت مهندس مثلا ونقلت من شركه لشركه، غالبا الشركه الجديده مش هتبص على شهادتك قد ما هي هتبص على خبراتك الحقيقيه. ودي حاجه حصلت معايا شخصيا، واكتشفت ان الشركات مش بتهتم بالشهاده اصلا، ولكن هي بتهتم بحاجتين: خبراتي، وان انا اعرف اعمل الحاجه اللي هم طالبينها مني ولا لا. بس لما تفكر مع نفسك لحظه هتكتشف ان نظام الامتحانات دوت معمول عشان خاطر كل الطلاب يكون عندهم نفس الوعي، بغض النظر عن انك ممكن تكون اذكى من غيرك او ان غيرك اذكى منك، ولكن دوت بشكل لا واعي بيبني عندنا فكره المقارنه. وهنا يجي السؤال، ليه المدرسين دايما بيقارنونا ببعض مع العلم ان هم اكتر ناس عارفين ان كل شخص ليه قدرات مختلفه؟ ممكن يكون شخص قدره استيعابه اعلى من صديقه، وممكن يكون شخص تاني قدره استيعابه ضعيفه جدا ومش قادر يفهم اللي المدرس بيقوله. وحتى لو في شخص شاطر جدا بيبتدوا يقارنوه مع المدرس، والمدرس نفسه بيتضايق لانه شايف ان ما ينفعش يكون حد احسن منه، مع ان وظيفته في الاساس اصلا ان هو يطلع طالب احسن منه. وكل الانظمه اللي موجوده في المدرسه بتبقى مبنيه على مبدا المقارنه. المدرس بيبتدي يقارنك بزمايلك، نظام امتحانات الشهر بيخليك تقارن نفسك بزمايلك، نظام امتحانات اخر السنه برضه بيخليك تقارن نفسك بزمايلك. واعتقد ده سببه ان المدرسه عايزه تقتل فيك الابداع،
ولكن ليه المدرسة عايزة تقتل فيك فعلا الإبداع؟ تعال نتخيل مع بعض يا صاحبي إن المدرسة أو المدرس اللي بيعلمك شاف فيك مهارة وحب إن هو ينميها فيك، وقال لوالدك أو لوالدتك إن أنت عندك مهارة ما وإن البيت لازم يساعد المدرسة عشان خاطر ينموا المهارة ديت فيك. لما تتخيلها كده يا صاحبي تقول والله صح، دي حاجة كويسة جدا، ليه هم مش بيعملوا معانا كده؟ بس هم ليه مش بيعلمونا مهارة في المدرسة وليه مش بيحاولوا ان هم يطورونا؟ وخليني اقول لك مميزات حاجه زي كده هتخلينا حابين ان احنا نروح المدرسه، حابين ان احنا نمتحن، حابين ان احنا نعمل حاجات كتير بمجرد بس ان هم يفهمونا يعني ايه ابداع وازاي ان احنا نطور من نفسنا. انا متاكد ان هم مستحيل يعملوا حاجه زي كده، ومستحيل ان هم يستثمروا في الطفل او الطالب، وان الطالب ناقصه حاجات كتير خصوصا لو عايز يتاهل للحياه العمليه. ولكن السؤال هنا، هل في حل؟ وخليني احكي لك حكايه ممكن تفرق معاك في نقطه الحل دي. كان في طفل اسمه خالد، وكان الطفل دوت مرتاح جدا في حياته وكانت عيشته زي الفل لغايه ما كمل 5 سنين وبقى مطلوب منه ان هو يروح المدرسه. طبعا خالد رفض الموضوع دوت بسبب انه هيسيب اهله، ولكن اهله طمنوه وقالوا له ان هو مش لوحده وان هو مع اخوه. وبيروح خالد المدرسه وبيشوف العالم الجديد وبيكتشف حاجه غريبه، هو انه مش هينفع يطلع من المدرسه الا في ميعاد معين. والاغرب من كده ان كل حاجه بتحصل باذن، سواء اكل او شرب او ان هو يخش الحمام او حتى ان هو يجاوب على سؤال المدرس ساله. واحمد اخو خالد بيساعده دايما عشان يعرف عن عالم المدرسه اكتر واكتر. الغريب ان خالد كان بيعاني جدا جوه المدرسه، ولكن في نفس الوقت خالد كان دايما بيحاول انه يجتهد في مذاكرته، ولكن للاسف هو كان بينجح ولكن ما بيجيبش درجات عاليه، مع العلم ان اهله متاكدين ان هو ذكي جدا. وبيفضل خالد على نفس الوضع لغايه لما بيوصل لثالثه ثانوي. هنا الضغط على خالد كان بيزيد جدا جدا جدا، لانه كان مطلوب منه انه في اخر السنه يجيب مجموع عالي. وللاسف بسبب ان هي تجربه كانت جديده عليه قدر ان هو ينجح، ولكن ما جابش المجموع اللي اهله كانوا منتظرينه منه. وده سبب ان اهله فقدوا ثقتهم فيه وبقوا بيبصوا له دايما بنظرات كلها خيبه امل. وفي يوم من الايام خالد كان قاعد مع صحابه وهم بيتكلموا، عرف مهاره جديده وهي مهاره الايديتنج. ومن كتر ما اصحابه اتكلموا عن المهاره ديت خالد اتحمس جدا لدرجه ان هو روح واتحمس ان هو يعرف اكتر عن المهاره دي. ولما بحث عن المهاره ديت قرر انه ياخد فيها كورس، واكتشف انه بالرغم ان المهاره ديت صعبه جدا في بدايتها الا انه كان حابب الموضوع جدا وكان مرتاح. بعد معاناه البدايات طبعا قدر انه يجيب اول شغلانه ليه وقدر ان هو يعمل دخل من المهاره دي. طبعا اهل خالد شايفين وهو قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيعدل على شويه فيديوهات وبيفضل يقصقص فيها، وبيقدر انه يعمل دخل من حاجه زي كده. ده بشكل ما قدر انه يرجع لخالد ثقته اهله فيه، وخالد كان ملاحظ دوت جدا وكان مبسوط من حاجه زي كده. وهنا حياه خالد اتغيرت 180 درجه، وخلته من شخص مش قادر انه يجيب مجموع عالي في الثانويه العامه لشخص قادر ان هو يعمل دخل احسن من طلاب كتير. والاهم من كده انه قدر يرجع ثقه اهله فيه، وبقى مبسوط جدا بمهاره الايديتنج عشان خاطر ان هي رجعت له حاجه مهمه زي دي. واللي انا عاوز اقوله لك من القصه ديت ان الدرجات الضعيفه مش دليل على اي حاجه خالص. ولكن هل فعلا الدرجات الضعيفه مش دليل على حاجه؟ خصوصا ان في فرق بين تفكير الدكتور وتفكير المهندس، وفي فرق بين تفكير الشخص الخريج من الكليات الادبيه والشخص اللي خريج من الكليات العلميه. فهل الكليات او الدرجات ممكن فعلا تاثر على تفكيرك؟ هنا انا مش بفضل علم على علم، ولكن هل فعلا العلم اللي انت بتاخده ممكن يأثر على تفكيرك وتكوين دماغك؟ والحقيقة ان العلم اللي انت بتاخده ممكن يأثر على تفكيرك، ولكن الدرجات الضعيفة مش دليل على حاجة. العلم اللي انت عاوز تاخده ممكن تاخده من كلية او من مدرسة او اي طريقة اكاديمية، وممكن في نفس الوقت تتعلمه مع نفسك، تتعلمه بطريقة خارج الاطار الاكاديمي. ولكن هل فعلا احنا نقدر ننجح بعيد عن حياتنا الدراسية؟ ولا الموضوع متوقف على كليات القمه زي ما كنا فاكرين؟ خصوصا ان احنا متعودين من صغرنا ان احنا يا اما هنكون دكاتره يا اما هنكون مهندسين، ودوت عشان خاطر ابهاتنا وامهاتنا علمونا ان احنا هنكون حاجتين، يا اما دكتور يا اما مهندس، وان الدكتور والمهندس هم انجح الاشخاص واغنى الاشخاص. والحقيقه هو ان انت تقدر تنجح خارج حياتك الدراسيه زي ما خالد ما عمل، وان هو قدر ان هو ياخد كورسات عشان يتعلم مهارة عشان يقدر يعمل من خلالها دخل. خصوصا ان دلوقتي في مصادر كتيرة جدا زي اليوتيوب وزي المسارات التابعة للجامعات تقدر تعلمك مهارة وتقدر من خلالها ان انت تعمل دخل عالي. وفي الاخر حابب اقول لك ان انا مش ضد المدرسة او الكلية، بل بالعكس انا شايف ان الشهادة مهمة جدا ولا غنى عن الشهادة لاي شاب، خصوصا ان هي ممكن تساعدك لو انت محتاج ان انت تسافر، لو انت محتاج ان انت تقدم على بعض الشركات. الشهادة هي فعلا مهمة، ولكن انت تقدر تنجح بعيدا عن الشهاده الجامعيه. انت تقدر تعمل اللي عليك وتقدر ان انت تسعى وتتوكل على الله عشان تقدر تعمل دخل كبير. الموضوع
اكبر من حتة شهادة، الموضوع اكبر من حتة ورقة. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وادينا رأيك في الكومنتات، و سلام عليكم.